وصلت بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بعد ظهر يوم الجمعة إلى مطار محمد بوضياف بمدينة قسنطينة بالجزائر في رحلة مباشرة من الرباط على متن طائرة رومانية. وكان أفراد البعثة قد غادروا صباح اليوم الجمعة مطار سلا في رحلة جوية مباشرة صوب مدينة قسنطينة للمشاركة في النسخة 14 من منافسة كأس أفريقيا للأمم في كرة القدم التي ستحتضنها الجزائر ما بين 29 و 19 مايو 2023. وسبق للجامعة المغربية لكرة القدم أن اشترطت مشاركة المغرب عندما يمكنه التنقل إلى الجزائر عبر الخطوط المغربية في رحلة مباشرة، بالرغم من قرار إغلاق الأجواء الجزائرية من طرف واحد أمام جاره المغربي. إذن فقد يبدو أن اختيار مسؤول الجامعة التنقل إلى الجزائر عبر الخطوط الرومانية بمثابة حل وسط. وسبق للجامعة المغربية أن اشترط التنقل إلى الجزائر مباشرة للمشاركة في الشان في يناير الماضي على متن الخطوط المغربية، ورفضت استعمال خطوط محايدة، وما حرم على الفريق الوطني المشاركة في بطولة الشان. ووضعت نهائية كأس إفريقيا الأمم الأقل من 17 سنة منتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا. وعند وصول المنتخب المغربي قد تم استقباله بالورد والتمر وأزيج من الأغاني الشعبية. نتمنى من المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة أن يشرف المغرب ويقدم نتائج مرضية. شكرا لكم على متابعتكم، ولا فيديو قادم إن شاء الله.